العراق بهاي السنه كان المفروض هو ياخذ كاس العالم. تخيل تقعد الصبح تفتح موبايلك تطلع موقع الفيفا تلقى العراق هو المتصدر الاول على كل دول العالم. لا انت ما مستوعب، مو الاول عربيا ولا الاول اسيويا، لا الاول عالميا. وشوف لاعبين العراق محترفين بريال مدريد، برشلونه، مانشستر سيتي، ليفربول، بايرن ميونخ. ومن تباوع على العراق تلقى بأكبر ملعب بالعالم، ملعب البصرة سعته 150 ألف متفرج. ومونديال 2022 من لعبه بقطر، لا نلعبه بالعراق، احنا المستضيفين. وشوف نهائي كأس العالم بالعراق على الأراضي العراقية، العراق ضد الأرجنتين، وميسي يسجل علينا جول بالوقت الإضافي ويضيع من يمنا اللقب. عبالكم واحد مخبض اللي يحكي؟ عبالكم هذا جنون؟ لا مو جنون، بالنسبة لتاريخ العراق هذا ما يعتبر جنون. أنا ليث زايد وهذا برنامج بلاس. اليوم راح احكي لكم عن اهم 10 محطات بتاريخ العراق، ولو التاريخ اخذ به المسار مختلف شويه، كان المفروض ما نقعد كل سنه نحلم نتاهل لكاس العالم، لا كان المفروض المشاركات المستمره بكاس العالم، الشيء العادي اللي دائما نسويه. المفروض احنا صح ما نقدر نغير التاريخ، بس على الاقل نقدر نحلم. قبل لا تبدي الحلقه ويطلع الانترو لا تنسون تشتركون بالقناه. That's not civilization. Civilization is how you contact the other people. Do you know how to love? Do you know how to care? This is civilization. حتى نفهم السالفه لازم نرجع بالتاريخ اكثر من 100 سنه اللي ورا. تعرفون كل زين الامبراطوريه العثمانيه كانت محتله العراق وكم دوله داير مدايرها. تعرفون كم سنه بقوا محتليننا؟ 383 سنه. يعني واحد اذا ينولد ويعيش 100 سنه، وينولد ويعيش 100 سنه، وينولد يعني 400 سنه تقريبا هم محتلين العراق. وبال 1920 راح الرومان بس اجى النومي، وراحوا العثمانيين بس اجوا الانجليز احتلونا. وبعدها بسنه بال 1921 تاسست المملكه العراقيه، وتوجوا الملك فيصل الاول حاكم على العراق. هذا الحدث هو اللي خلى اسس الدوله العراقيه الحديثه واسس حدودها، بس بنفس الوقت زرع بذور الصراعات على الهويه والموارد بين مكونات الشعب العراقي. يعني وتعرفون الاحتلال يحب يسوي هاي الشغلات، ولهذا هواي ناس يشوفون هواي مشاكل ومصايب اصلها من ذاك الاحتلال. المهم خلينا نحلم شويه، شو يصير لو الملك فيصل الاول من استلم الحكم ما فكر بس بالسياسه ولا بالجيش ولا بالنفط، وفكر بغير شيء. فكر بشيء كلش مهم للشعوب وكلش مهم للترفيه، وهو كرة القدم. اي ليش لا؟ ويركز على الرياضة، ويصدر بال 1921 مرسوم ملكي رياضي، وينص على تأسيس أكاديمية رياضية على الأقل ب5 محافظات عراقية، ويجيب خبرات من أوروبا من إنجلترا والمجر يديرون بالهم على هاي الأكاديمية. شفتك تسأل المجر شو عليها مو صحيح؟ والله يا صاحبي إذا ما تعرف المجر ايش كانت مسوية بذيك الفترة فخلي أشرح لك. المجر كانت من أقوى المنتخبات بالعالم، وكان يحسب لها 1000 حساب، حالها حال البرازيل بالتسعينات وحالها حال إسبانيا وفرنسا هاي السنين. وراها بال 1925 يخلون مادة كرة القدم والرياضة شيء أساسي بالمدارس. يعني الطالب العراقي يتعلم القراءة والكتابة وبنفس الوقت يتعلم شلون يشوت ارتو. وبال 1930 يصير عندنا منتخب زين يلعب ويا مباريات أوروبية حتى لو ودية ويحقق نتائج محترمة. اي ليش لا؟ وهاي الحكي احنا بعدنا ما طبينا بالمحطة الثانية اصلا. نرجع للواقع. سنة 1930 وقع العراق معاهدة مع بريطانيا، وهاي المعاهدة مهدت لانضمام العراق لعصبة الأمم المتحدة عام 1932. بس مثل ما نعرف الاستقلال كان بس شكل، لأن بريطانيا احتفظت بقواعدها العسكرية وعدت تدخل مباشر بالنفط العراقي وبسياسة العراق الخارجية، وهذا خلق حالة إحباط وطنية واستمرت العقود. صديقي ركز، هاي قبل 100 سنة مو هسه، لأن هسه هم جاي يصير نفس الأشياء. يعني صار كم سنة صار جاي نفس الأشياء ويانا. والله يا صاحبي هو التاريخ يعيد روحه، ويانا العراقيين دائما يعيد روحه، بس احنا ما نريد نفتهم، يعني هاي المشكلة. بس للعلم بهالفترة تأسست أندية عراقية تاريخية مثل نادي القوة الجوية ونادي الميناء تأسسوا 1931، ونادي الشرطة اللي تأسس 1932. بس خلينا نعوف الواقع ونرجع للحلم مرة ثانية. تخيل الوفد العراقي قبل لا يوقع معاهدة الاستقلال يفرض شروطه على الحكومة البريطانية، ومن هاي الشروط انه نريد اتحاد وطني لكرة القدم مستقل، ويطلبون منهم ان يبنون 5 ملاعب حديثة، ويتم بناء مدينة رياضية بسنة 1932. وتخيل اول ملعب عشبي حديث بالشرق الاوسط، وينضم العراق للفيفا مباشرة، ويدخل تصفيات كاس العالم من اول فرصة بعد ما يتأسس الاتحاد. وبكاس العالم بال 1938 اللي صار بفرنسا هم يشارك العراق، وعادي خلينا نطلع من دور المجموعات مو مشكلة. بس لعلمكم خلينا نرجع للواقع، اكو اشياء صارت بالحقيقة كانت تبصص امل للمنتخب العراقي والكره العراقيه. الاتحاد العراقي تاسس سنه 1948، هو صح متاخر بالنسبه لدول العالم بس هو كلش متقدم بالنسبه للشرق الاوسط. والمنتخب العراقي بسنه 1957 لعب ضد المغرب اول مباراه رسميه له، وخلصت المباراه 3 كل. يعني تخيلوا المغرب اللي قبل 4 سنين خذوا الرابع على العالم ولعبوا نصف نهائي كاس العالم، يعني احنا قبل كم سنه، قبل
50 60 سنه كنا متعادلين وياهم. وعندك فريق الشرطه سنه 1948 لعب ضد فريق كاجوز البريطاني، هاي اللعبه خلصت 4-1، لك سحلناهم سحل. نرجع للواقع. زين هسه احنا صرنا دوله وعندنا انديه وعندنا اتحاد كره قدم وعندنا احلام انه احنا نسوي شيء بالمنتخب، بس تعرفون شنو المشكله بتاريخ العراق؟ كل ما يبدي يخلص، كل ما يريد يستقر شويه يخرب من جديد. وهالمره اجى حدث مو انقلب الطاوله، لا كسر الطاوله. 14 تموز 1958 انقلاب يهز العراق بالكامل. النظام الملكي ينتهي وشارع رشيد يعرف الجاي يقولاني، والملك فيصل الثاني هو وعائلته ينقتلون وتبدي الجمهوريه العراقيه، وعبد الكريم قاسم يصير الرجل الاقوى بالبلد. وبليله ويوم يدخل العراق مرحله سياسيه جديده بالكامل، تحالفات جديده وصراعات جديده وافكار جديده وياهن كلهن مشاكل جديده، بس بنفس الوقت كره القدم العراقيه كانت يعني تحاول تتحرك، لان بعد كم سنه العراق يحقق اول بطوله رسميه له عام 1964 وهي كاس العرب. بس خلينا نعوف هذا الواقع، اللي بيكم يشوفه زين واللي بيكم يشوفه مو زين، بس خلينا نرجع للحلم. تخيل بعد الانقلاب وقيام الثوره عبد الكريم قاسم ما يسوي بس اصلاح زراعي ولا اصلاح اقتصادي، لا يخلوا اياه هيك اصلاح رياضي ويخص كره القدم ويسوي قانون مثلا كره القدم للجماهير. كل موهبه بعمر 12 سنه يتم اكتشافها مباشره ويصير عندنا برنامج تطوير احتراف. واحنا داخل الحلم بكاس اسيا ب 56 ما حققنا نتائج زينه، فالحكومه شو تقرر؟ تقول يابا جيبوا لنا 50 لاعب زينين خلينا نوديهم للبرازيل والارجنتين يدربون هناك، وما يدربون اسبوع لو شهر، لا يدربون 3 سنين كامله ويتدربون بافضل اكاديميات العالم ويا احسن مواهب بالعالم. تخيل لاعبين المنتخب العراقي يتدربون بنفس المكانات اللي طلعت بيليه ومارادونا. ورا 3 سنين يرجع هذا الجيل متدرب من هناك ويرجع لنا 49 لاعب متدربين بهاي الاكاديميات. زين هم مو راحوا 50 شلون رجعوا 49؟ واحد ما قبل يرجع. ويرجع هذا الجيل كل سنه ينافس بكاس اسيا، وهذول الشباب كاس العالم 1962 يروحون لتشيلي ويلعبون ضد الباراغواي، والباراغواي تغلبنا بالجزاءات بس هم راح ياخذون البطوله بعدين. نرجع من كاس العالم تصير بطوله اسيا ب 1964 بس وين؟ راح تصير باسرائيل. العراقيين شو يقولون؟ راح يقولون اما يلعبوا هيك شكولات وما يلعبوا هاي البطوله. وما اقول لكم هذا جيل يخبل، يعني جيل كان بالبرازيل وبالارجنتين كل ما يجي كاس عالم يلعب زين، بس يعني بهذا كاس العالم الباراغواي غلبونا وطلعونا من البطوله. وكاس العالم ب 1970 تسمع المعلق اول مره يقول العراق في نصف نهائي كاس العالم. لك والله مو منتخب، لاعبين يموتون. نوصل لهذا الانجاز قبل اليابان وقبل كوريا، بس نطلع ضد ايطاليا اللي هم ابطال العالم بس بصعوبه. هاي الحكي احنا بالخيال نطلع ضد ايطاليا، مو مثل الواقع نطلع ويا منتخبات يعني ما نريد نزعل اخواننا العرب. نرجع للواقع، وهالمرة وصلنا لنقطة مهمة جدا وما تخص الرياضة بس، لا تخص العراق كله، اللي هو النفط. انت اذا تريد تفهم العراق لازم تفهم النفط. قبل سنة 1972 كانت اكو شركة اسمها IBC هي اللي تسيطر على النفط العراقي، وهاي الشركة تجمع مصالح امريكية وبريطانية وفرنسية وهولندية. شلون لما زينة؟ وارباح هاي الشركة اللي تاخذه من النفط معظمها يروح للخارج، والعراقيين يعطونا شوية تفاليس، الى ان جاء 1 حزيران 1972 قرار تاريخي تم تأميم النفط. عاش العراق، والعراق يستعيد السيطرة الكاملة على النفط. وهي الحكي شنو؟ احنا أول دولة عربية تأمم النفط، وبسنتين فقط صرنا أهم المصدرين بالنفط. والإيرادات بدل ما كانوا يعطونا تفاليس 575 مليون دولار، لا قمنا ناخذ بالسنة 8.4 مليار دولار، وهذا بحساب الدولار قبل، يعني مو حساب دولار هسه، يعني هاي كانت أموال كلش ضخمة تعيش العراق كوما. زين يا صديقي ايش راح تقول لي؟ تقول لي بهذا الفصل هاي المفروض يعني هذا الواقع كان حلم، يعني حلو، يعني الاشياء زينه. تدري ليش حاط لك اياها من المحطات المهمه السلبيه؟ لان الفلوس اللي طلعت من النفط راحت للسلاح، والفلوس اللي تجيك هواي مو شرط تسوي لك دوله ناجحه، بس عوفك من النفط اللي باعوه وقلبوه عتاد وسلاح. خلينا نرجع نحلم من جديد. تخيل لو الحكومه خصصت 15% من عائدات النفط للرياضه، مو 1% ولا نص بالمية اللي على اساسه هم كانوا حاسبين. يعني انت بوجهك عندك 10 ملاعب اولمبيه بالنجف وبالبصره وبكربلاء وبكركوك وبالموصل وبدهوك، ترس العراق ملاعب، ونسوي اكاديميه اسود الرافدين، وتصير اهم واكبر مشروع لاكتشاف المواهب الرياضيه بالشرق الاوسط وباسيا، ونبني وياها مدينه رياضيه عالميه متكامله وملاعب تدريب ومراكز علاجيه ومختبرات، ونترس الدنيا طوبه، ونجيب خبراء من اوروبا وامريكا الجنوبيه يديرون هذا المشروع، وفوقاهم كلش مدير من طراز الاول هو اللي يدير باله على هذا المشروع على هاي الاكاديميات. ما لحقنا نتأهل ل 1974، نتأهل لكاس العالم اللي وراه على الأقل، بس بال 1976 أكيد راح نلعب نهائي كاس آسيا، ونتأهل لكاس العالم اللي صار بالأرجنتين بال 1978. يا أخي منتخبنا زين وعندنا أكاديميات، يعني هذا الجيل يوصلنا ربع نهائي، وهاي مو أحلام وردية، لأن هولندا سوتها بمشروع تطوير صحيح وصلت النهائي كاس العالم. يعني ليش ما نقدر؟ لأن إحنا عندنا فلوس وعندنا شغف الجماهير لكرة القدم وعدد سكاننا زين. بس خلينا نرجع للواقع شوية. بال 1971
نادي الشرطة أو فريق الشرطة أو منتخب الشرطة يروح يلعب نهائي كاس آسيا للأندية، وهذا النهائي يصير ضد مكافي تل أبيب، نادي إسرائيلي. ايش راح يسوي نادي الشرطة؟ راح يقول لهم في مال لا، احنا منسحبين من البطولة وما نلعب ويا هاي الشكولات، لأنه بوقتها كانت أحداث القضية الفلسطينية، ويرجع نادي الشرطة والعراقيين يستقبلونه استقبال الأبطال. نرجع للواقع البائس من جديد، وهاي أهم محطة غيرت تاريخ العراق الحديث. حرب عراقية إيرانية استمرت ل8 سنين، 8 سنين كاملة. جيل كامل عاش هاي الحرب من هو طفل لحد ما صار شاب، ومئات آلاف من الضحايا، مليارات الدولارات انصرفت، والعراق طلع منها بديون ضخمة وصلت إلى 80 مليار دولار، وخصوصا كانوا يطلبون الكويت والسعودية. وهاي الديون راح تصير لاحقا أحد أسباب أزمة الكويت. يعني حتى الأحداث اللي راح تجي بالفصل الآخر هي جذورها منها بدت. بس خلينا نحلم من جديد بلا هالحرب، خلينا نحلم ايش راح يصير. أصلا احنا ايش عندنا غير الحلم؟ شو يصير لو ما صارت هاي الحرب أصلا؟ شو يصير لو الأرباح النفطية بدل ما تروح للجبهات تروح لخدمة الشعب؟ شو يصير لو صدام حسين قرر يسوي دورة خليجي مو حرب خليجية، والدور العراقي المحلي يصير اهم واقوى دوري خليجي باسيا، على اعتبار انه احنا كنا مستقرين هاي السنين كلها يعني، ولاعبيننا تدربوا بالارجنتين وكذا، وهاي الحكي لا، الدوري مالتنا يعني كله نجوم عالميين يلعبون به، واللاعب العراقي بدل ما يروح للجبهه يروح يحترف بانديه اوروبيه، وبدل ما تضيع علينا 8 سنين حرب تصير 8 سنين تطوير. وبهي السيناريو العراق يتاهل كاس العالم 1982، وراها هم يتاهل كاس العالم 86، وهذا رحنا له صحيح بالواقع، بس بدل ما رحنا بالقوه جبنا لنا جول، لا هالمره يجوز نلعب نهائي ويا الارجنتين وعادي يعني مارادونا يقول بيده علينا ويطلع على الاقل يمدحنا يقول يا بخوش لعبوا المنتخب العراقي. بس للاسف التاريخ اختار طريق ثاني، طريق كلف العراق اعز ما يملك وهي ارواح الابرياء. نرجع للواقع، اللي صار بالعراق وتاريخ العراق يشبه الدومينو افكت. هذا الشيء شو من الصف الدومنة ووحده كل قطعة توقع اللي وراها. فاللي صار بحرب ايران بالثمانينات هو نتيجة الاشياء صارت قبلها، واللي صار بحرب الكويت هي سبب حرب ايران، واللي راح يصير بالكويت راح ياثر على اشياء بالمستقبل. بال 1990 صارت احداث الكويت، قرر صدام قعد الصبح قال يابا انا باكر اروح اطب لي الكويت. هو تصرف فردي بس عود شنو بحجه استرداد الديون والاموال المتراكمه وما ادري شنو، يعني كيف هو قرر اشياء، بس النتيجه شنو؟ تحالف دولي كامل شكل ضد صدام وضد العراق، العالم كله التام ضد العراق، مو دولة ودولتين يعني، تخيل وياي. وبدت عملية عاصمة الصحراء، وراها بكم شهر دخل العراق بأصعب مرحلة زمنية بتاريخ العراق الحديث، لأن بعد الحرب صارت العقوبات، 13 سنة كاملة حصار، 13 سنة كاملة انهيار اقتصادي، 13 سنة من الجوع والعطش والفقر والاستبداد من عائلة واحدة تحكموا بشعب كامل وبمصيره، خلته يخاف يوقف يم الحائط، يخاف الحائط يسمعه، يخاف من روحه، يخاف من جهاله، واجيال كاملة كبرت وتسمع، ماكو أكل، ماكو شرب، ماكو أدوية، ماكو ملابس، ماكو أمان، ماكو مستقبل، ماكو أي شيء نريده، ماكو، وطبعا يا مستقبل يجي بهيك ظرف، ووحدة من ذن الماكوات الرياضة، لأن تأثرت بشكل كامل، الملاعب تضررت والأندية كلها ضعفت، والمواهب ضاعت بين الأزمات، وبين اللي ما عنده فلوس يقدر يمارس كرة القدم، وبين اللي راح بالجبهه، وبين اللي خلص من ذني كلهم لعب طوبه بس عدي يتلقاه يعني، وعدي من يتلقى واحد اكيد يعني يتلقاه بغرف التعذيب، قابل يتلقاه بالقصر الجمهوري يعطي ميداليه. كافي، خلينا نحلم مره ثانيه. تخيل قبل ازمه الكويت بشهرين بس العراق يستضيف كاس الخليج ال11، واللاعبين العراقيين على الخيال اللي بينام مو لاعبين عاديين يعني رايحين كاس العالم، ولاعبين اللي اساطيرهم كانوا يلعبون بالارجنتين وتدربوا هناك وبالبرازيل، فيعني لاعبين لهم تاثير عالمي، وهم نجوم مجتمع ويلمون عليهم المشاهير والاعلاميين والصحفيين كلهم، ويسوون حمله سياسيه الصالح بين اللي الحكومات اللي مختلفه كانت ويا العراق والديون وهاي السوالف اللي صارت، ويخلون السياسيين يقعدون على طاوله واحده وتنحل الاشياء بدون ما تصير احداث الكويت وبدون ما تصير هاي المشاكل وبدون عاصفه الصحراء، وتنحل الخلافات النفطيه وتنتهي ازمه الديون، وما يصير غزو ولا يصير حرب ولا يصير حصار ولا تضيع 13 سنه كامله من عمر العراق. وتخيل بدل هاي العقوبات العراق يحصل على استضافه كاس اسيا ب 96، وتخيل وياي البصره وبغداد والموصل واربيل كلها تستضيف مباريات كاس اسيا، والمنتخب العراقي يدخل البطوله كمرشح للقب ويلعب النهائي وياخذ النهائي، والجمهور العراقي كله يحتفل به، وهي هاي هديه الجمهور مو مثل ما كان بالواقع يلعب خوفا من غرف التعذيب. نرجع للواقع اللي وصلنا للمرحلة الأخطر، ويمكن هي المحطة الأكثر تأثيراً بهاي السنين الأخيرة. بال 2003 الولايات المتحدة الأمريكية تقود غزو كامل لإسقاط نظام صدام حسين واحتلال العراق، والسبب المعلن يا بأنه العراق يمتلك أسلحة دمار شامل. المشكلة مو هنا، المشكلة أن هاي الأسلحة أصلاً ما موجودة عندنا يعني. بعد الاحتلال الدولة العراقية تعرضت لهزة كلش كبيرة، صدام وجيشه سقط والجيش تفكك والمؤسسات انهارت، والبلد دخل مرحلة جديدة، مرحلة لحد هسه نعيش آثارها. بس خلينا نحلم مرة ثانية،
تخيل بسنة 2002 قبل الحرب بشوية الاتحاد العراقي لكرة القدم يقرر يسوي أغرب حملة بتاريخ الرياضة بالعالم. اللاعبين العراقيين المحترفين بأوروبا والنجوم والمدربين والإعلاميين السابقين والرياضيين السابقين كلهم يجتمعون سوا حتى يصنعون رأي عام عالمي، حملة إعلامية ضخمة ومباريات خيرية، ويسوون مؤتمرات وأفلام وثائقية ومؤتمرات ولقاءات صحفية، كل هذا حتى يوصلون رسالة للعالم يضغطون بها على أمريكا أنه العراق ما عنده أسلحة دمار شامل وينهون الحرب قبل لا تبدي. نرجع للواقع البائس ونشوف ايش يقول. بعد 2003 دخل العراق مرحلة صعبة جدا، تفكك امني وعنف طائفي ونزوح الملايين من اراضيهم، والتركيبة السكانية للعراق بهواي مدن تغيرت. كانت من اصعب الفترات بتاريخ البلد، بس بنص كل هاي الظلمة والخبصة صار حدث واحد جمع كل العراقيين، حدث ما تشوف فيه واحد ويقول لك والله هذا سني لو شيعي، هذا كردي لو عربي، لا كلهم يقولون منتخبنا اليوم ويا من يلعب، منتخبنا ايش راح يسوي تشكيله اليوم. وهاي بالواقع كاس اسيا 2007 احلى من كل الاحلام واحلى من كل الخيال، معجزه كرويه بكل المقاييس. المنتخب العراقي حقق اغلى بطوله بتاريخ الرياضه العراقيه باهم توقيت بتاريخ العراق، فرحه ما تشبه اي فرحه ثانيه، فرحه خلت العراقيين يترسون الشوارع رغم كل الظروف والانفجارات والقتل والعصابات والطائفيه، لا هم كلهم محتفلين بالشارع، وبنص الاحتفالات كانت تصير عليهم انفجارات وفخاخات، وباللعبه الاخر هم يطلعون يحتفلون كانوا. بس كان المفروض احنا يعني لو على السيناريو البديل كان ما نفرح هاي الفرحه، لان احنا مثلا كاس اسيا ماخذينها مرتين ثلاثه ولا صاير عندنا هذا النزوح والطائفيه والضيم اللي شفنا. وكاس اسيا 2007 يعني ما تكون معجزه، يكون نتيجه طبيعيه حال النتائج الطبيعيه اللي احنا المفروض نتعود عليها لو احنا مستقرين. شوف صاحبي، طبعا انت بهذا السيناريو راح تقول يعني شنو يعني نظام صدام بعد الحد هسه؟ لا، كان المفروض اكو نظام دستوري واضح وتبادل للسلطه شرعي، وكل 4 سنين يجي رئيس، مو حكومه وحده تسيطر ولا عائله وحده تحكم العراق عشرات السنين. يعني لا تخاف، ايش بيك؟ احنا حلمنا كل هاي الاحلام بالطوه، ما نقدر نحلم حلم واحد يعني بتاريخ العراق السياسي. انت وصلت الحلقه اللي جاي والله بطل، بس اطي لايك اطي اشتراك يعني حتى تجيك حلقات الاخ. نرجع للواقع. بال 2011 الوطن العربي كله يهتز، الربيع العربي ينتشر، والوطن العربي كله ثورات وتغيرات سياسيه بالجمله، والعراق همينه يعني مو بعيد هم يعيش تحدياته الخاصه. امريكا بعد ضغط شعبي وضغط حكومي تقرر تنسحب، بس يعني بطريقه شكليه، وراها تبدي مفخخات تزيد وانفجارات تزيد واحزمه ناسفه تزيد وعصابات تزيد وحظر تجول بالليل. بس خلينا نحلم مره لا، ايش عندنا غير الحلم؟ شو يصير لو كل شيء كان مستقر؟ شو يصير لو الحلم اللي حلمناه من عشرينيات القرن الماضي كله مستمر والمشروع الرياضي ناجح؟ شو يصير لو هاي المحطات اللي ذكرناها سابقا مشت بطريقه صح؟ وبال 2010 بدل ما نحكي على كل هاي الازمات السياسيه، نحكي على انه منتخب العراق راح كاس العالم ولعب نهائي ضد اسبانيا، لعبنا لعبه ضد اقوى منتخب بالعالم، منتخب التيكي تاكا، منتخب تشافي وانيستا، واللي كان مصنف اقوى جيل منتخب بالعالم. بس يعني عادي، مو مشكله اذا راموس قول علينا جول باللحظه الاخيره وانيستا، المهم احنا قدمنا اداء بطولي. وين يروحون؟ يجون من جديد ونغلبهم. نرجع للواقع، الواقع المرير اللي اغلب المشاهدين عاشوا بذيك السنين ومروا به. سنه 2014 تنظيم الارهابي اللي يحتل العراق، واحده من اصعب السنين بتاريخ العراق، تنظيم اسود يسيطر على مساحات واسعه من الاراضي العراقيه، الموصل تسقط، وراها تسقط محافظات اخرى، والبلد يواجه اخطر تهديد امني، بس وراها تبدي معارك التحرير، معارك مؤلمه وصعبه ومكلفه، شارك بها الشعب العراقي، الناس اللي طلعت بالفتوى لحد ما الجيش استعاد قوته ورجع شارك وياهم بالمعارك، لحد ما العراق ب 2017 انتصر، بس الثمن كان كلش كبير، آلاف الضحايا والمهجرين، دمار هائل بالمدن وسنوات من المعاناه. اما بالحلم اللي نحلمه هذا كان المفروض كله ما يصير، لان كان المفروض اكو استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي يمنع ظهور هيك عصابات، وبدال ما نسمع اخبار الحرب، العالم كله يسمع خبر ثاني، خبر تاريخي للرياضه، العراق يقدم اوراق الفيفا، والفيفا توافق انه يصير كاس العالم 2022 بالعراق. اي ليش لا؟ شنو فرقنا عن قطر؟ ورا ما نحصل الموافقه نبدو ونسوي اكبر حمله بناء منشات رياضيه بالشرق الاوسط، ملاعب عالميه، مدن رياضيه، مطارات حديثة وفنادق وشبكات نقل خاصة داخلية وخارجية، ونسوي ملعب 100,000 متفرج. ليش نحلم حلم صغير؟ لا، نسوي ملعب 150,000 متفرج ونبنيه بالبصرة، ملعب يخلي أي شخص يشوفه ينبهر بالعراق، مثل ما كانت عندنا أحد عجائب الدنيا السبعة جنال المعلقة، يصير المرة هذا الملعب عندنا. وبكأس العالم بال 2022 العراق ينافس بأرضه ويلعب ويا اقوى المنتخبات، وكل مره يفوز ويوصل للنهائي، والعراق يلعب باللعبه النهائيه ضد الارجنتين، وين؟ بالملعب اللي بالبصره اللي 150,000 متفرج، اللي كلهم عراقيين، والعراقيين البقيه اللي تارسين الشوارع وكلهم منتظرين النتيجه وواقفين على طرف اصابعهم يباعون على المباريات. بس بالوقت الاضافي يجي ميسي ويسجل علينا هدف الفوز ويضيع من يمنا حلم كاس العالم بارضنا. بس يلا مو مشكله، كاس العالم الجاي بامريكا راح ناخذ كاس العالم. هذا التاريخ البديل، هذا التاريخ اللي كنا نحلم به من بداية الحلقة. قائمة منتخب العراق مليانة نجوم عراقيين يلعبون بأندية عالمية، يلعبون بريال مدريد وبرشلونة وباريس
بايرن ميونخ ومان سيتي وليفربول وكل الانديه الزينه بها لاعبين عراقيين، وهذا الجيل ما راح يوقف قدامه اي شيء ب 2026. وندخل كاس العالم مو مشاركين، لا احنا المصنفين اول انه احنا نفوز، ونرجع نلعب النهائي بامريكا هالمره ضد اسبانيا، بس اسبانيا يمين يامال، ونفوز عليهم وناخذ بثارنا مال 2010، ومنتخبنا ياخذ كاس العالم ويرفع بامريكا ويصير اول منتخب عربي ياخذ كاس العالم. شنو اول منتخب؟ اول منتخب عربي واسيا وافريقيا ياخذ كاس العالم. بس للاسف هذا كله ما صار، لان التاريخ الحقيقي كان مختلف، انقلابات وحروب واحتلال وغزو وعنف وجوع وحصار، 100,000 سالفة. والقرارات السياسية الخاطئة ما دمرت بس السياسة والاقتصاد، دمرت الشعب ودمرت مستقبل الشعب ودمرت كرة القدم بالرجلين راحت. بس لا تستخف بكرة القدم، كرة القدم هي فرحة الشعب الوحيدة، ولعبة بوليفيا بالستة الصبح اللي الشعب ظل قاعد كله منتظرها، واللي احنا نلعب ملحق 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 كاس العالم، وفزنا بالقوة وفزنا وفرحانين، العراق طار قام ما قعد، بالله شنو صعدنا كاس عالم. بس شوف الشعب ايش قد متعلق بكرة القدم. وهاي المحطات اللي ذكرناها السابقة ضيعت فرص آلاف من الرياضيين العراقيين. ولهذا السؤال الحقيقي مو ليش العراق ما فاز بكاس العالم، السؤال الحقيقي هو كم فرحة ضاعت من الشعب العراقي. ويمكن الجواب أكثر من ما تقدر تحسب بهواي. صح ما نقدر نغير الماضي، بس نقدر نتعلم من يمه، لأن الدولة اللي تخطط لمستقبل أطفالها راح تقدر تحقق كاس العالم. أما الدولة اللي تخلص عمرها بالحروب فحتى أحلامها إذا تريد تتحلم شيء تقول هذا خيال مستحيل يصير. زين صديقي سؤال، برأيك يا محطة من ضمن المحطات العشرة ذكرناهن إذا تغيرت كان ممكن يصير أكو أمل للشعب العراقي أو للمنتخب العراقي على الأقل؟ وبس. وبالنهاية إذا عجبتكم الحلقة لا تنسون تشتركون بالقناة وتعطوها لايك وتدزون الحلقة لأصدقائكم. بس قل لي هالاند من يهجم بايش شلون يقطع الطوبة من يمه يدوسه بالركض